عمرك سألت نفسك هي اللابات الاستيراد دي او اللابات الورك ستيشن او اللابات البيزنس اللي بتيجي مستورده من بره مصر، هي اللابات دي بتجيلنا منين؟ وهل استخدامها بره بيكون جاي فعلا زي ما الناس بتقول جاي من مكبات النفايات اللي موجوده في امريكا واوروبا، ولا اللابات دي بتكون استخدام شركات زي ما معظم التجار بيقولوا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو دوت من غير اي مقدمات كتير. فنبدا في الفيديو بتاعنا. في البدايه عشان تعرف تفرق بين اللابات الجديده واللابات الاستيراد لازم تعرف كل واحد فيهم جاي منين وكان بيستخدم ازاي. نبدا بالاسهل وهي اللابات الجديده. دي لابات بتكون متصنعه في الصين، والتقفيل بتاعها يا اما بيكون في الصين او بيكون عندنا هنا في مصر. في بعضها بيكون متصنع في كوريا ولكن بيكون قليل، والاغلبيه بتكون في الصين. وعلى فكره ما بتفرقش خالص، طالما انت كده كده بتشتري لاب جديد ما يفرقش معاك خالص هو اتصنع في الصين او اتصنع في كوريا. بعد كده بتجيلنا اللابات دي على هنا سواء كانت متقفله او هتتقفل عندنا هنا في مصر، وبتتحط بعد كده في الكراتين وتبدا التوكيلات تسعرها وتبيعها للتجار، والتجار بيبيعوها للمستوردين. وبيديك التوكيل دايما ضمان سنه على اي لابتوب جديد بتيجي تشتريه. وانا سبق وعملت على فكره فيديو شورت بشرح فيه نقطه ان انت ممكن تشتري لابتوب جديد وتلاقي ان الضمان بتاعه خلصان، فعشان تتاكد ان اللاب اللي انت شاريه لسه فعلا معاه ضمان السنه لازم تتفرج على الفيديو اللي هيطلع لك في الاي دلوقتي فوق. ندخل بعد كده بقى على اللابات الاستيراد. اللابات الاستيراد يا سيدي معظمها برضه بيكون متصنع في الصين، وفي منها برضه اللي بيتصنع في كوريا، وقليل قوي اللي بيتصنع في امريكا او في اوروبا. الاغلبيه زي ما قلت بتكون في الصين ثم في كوريا، واللي بيصنعوا اللابات دي بتكون هي نفس المصانع والشركات اللي بتصنع لنا اللابات الجديده. طب ليه اللابات الاستيراد بتطلع على اوروبا وامريكا واللابات اللي احنا بنقدر نجيبها جديده بتجيلنا هنا على مصر او بتيجي للشرق الاوسط بصفه عامه؟ ده لان في معايير للتصنيع عند كل شركه. المعايير بتاعه اوروبا وامريكا اعلى طبعا بكتير جدا من المعايير اللي بتجيلنا هنا على مصر. والكلام ده مش في اللابات بس، الكلام ده احنا عارفينه من زمان. حتى في منتجات الاطعمه زي الشيبسي مثلا، طبيعي لو جيت تجيب نفس ماركه الشيبسي من اوروبا وجبتها من مصر هتلاقي دايما اللي في اوروبا انضف. ده لان معايير التصنيع للمنتجات اللي بتروح لاوروبا او للمنتجات اللي بتيجي في الشرق الاوسط بتكون مختلفه تماما عن بعض. فبالتالي بنلاقي ان اللابات الاستيراد لما بتكون بتتصنع وبتكون لسه جديده اللي هي قبل ما بتطلع على اوروبا او على امريكا، فاللابات دي بتتصنع بخامات تصنيع اعلى بكتير جدا من خامات التصنيع اللي بتصنع بيها اللابات اللي بتجيلنا هنا على الشرق الاوسط، واللي احنا كتجار بنشير ليها بكلمه الجلوسي، وهي الكلمه اللي احنا بنقولها على اللابات اللي بتتباع هنا في مصر جديده او اللابات اللي بتكون جايه اصلا للشرق الاوسط في الاساس. بعد بقى ما المصانع بتصنع اللابات اللي هي اصلا رايحه تتباع في اوروبا وامريكا سواء كانت لشركات او لمستخدمين عاديين، بيبداوا يستخدموها هناك وتتباع عندهم زي بالظبط ما اللابات اللي هي الجلوسي دي بتتباع عندنا هنا في مصر والشرق الاوسط. او اللابات دي بعد كده وصلت لنا هنا مستعمله بقى ازاي؟ هقول لك يا سيدي. انت عندك الشركات اللي في اوروبا وفي امريكا غير الشركات عندنا في مصر. الشركات اللي في مصر ممكن تقعد 7-10 سنين بتستخدم نفس الجهاز هو، انما في اوروبا وامريكا اي جهاز هيقعد في الشركه اقصاها سنه او سنتين، وبعدها لازم الجهاز ده بيتباع وبنجيب الجهاز الاعلى منه. فمثلا جهاز دلوقتي احنا وصلنا للجيل ال 13، اوروبا اول ما وصل لها الجيل ال 13 ممكن يقعد عندها مثلا 2024 2025، ونيجي من اول 2026 اوروبا ما ينفعش تستخدم برضو الجيل ال 13. هم عندهم بيقوموا مبيعين لابات الجيل ال 13 اللي عندهم ويبداوا يجيبوا لابات الجيل ال 14 وال 15. طب اللابات بقى اللي هي بتاعت الجيل ال 13 دي هيودوها فين؟ هل الحاجات دي بتترمي؟ لا، الحاجات دي بتتجمع بكميات مهوله من مستشفيات بقى ومنشآت حكوميه وشركات. كميات مهوله من اللابات دي بتتجمع كل سنه ان ما كانش كل 6 شهور، وتبدا تتباع بعد كده بكميات مهوله في مزادات للي يشتري باعلى سعر. يروح المستورد المصري او المستثمر الاماراتي راجل معاه مبلغ كبير يقوم رايح واخد له لوكشه من الاجهزه دي بتاع مثلا 700 جهاز او 1000 جهاز، وبيبدا الاجهزه دي بتتحول سواء للمستورد الاماراتي او المصري. بتتحول لازم على الامارات قبل ما بتدخل لنا هنا مصر. بعد ما اللابات دي بتتحول على الامارات بيبدا المستورد المصري يروح الامارات يفتح المخزن بتاعه وياخد الكميات اللي هو محتاجها ويبدا يجيبها بعد كده على هنا في مصر وتبدا تتباع عندنا هنا في مصر. في بقى حاجات بتبقى جايه فرز تاني وتالت، وده كده بيكون المستورد او التاجر في مصر عارف بيهم كويس قوي. هو عارف كويس قوي وهو بيشتري ان ده فرز اول او تاني او تالت. الفرز الاول اللي بيكون اللاب بحاله عامه بيكون كويس، ممكن تلاقي فيه شويه خدوش مثلا من شركات الشحن ولا غيرها. الفرز الثاني ده اللي بيكون اللاب الهاردوير بتاعه سليم بس من بره ممكن يكون فيه مثلا الخدوش بتاعته اكتر شويه او واخد خبطات مثلا بس مش مأثره على الهاردوير الداخلي. الفرز الثالث بقى هو اللي الهاردوير الداخلي بتاعه فيه مشاكل، وهنا ده لا الثاني ولا الثالث انا بنصح ان حد يشتريهم. بنصح دايما ان الناس تشتري الفرز الاول، وهقول لك في اخر الفيديو بتعرفها ازاي. طب يا عم انت دلوقتي مش قلت ان الشركات بتستخدم الحاجات دي استخدام كويس وبتبيعها؟ اذا الشركات استخدامها بيبقى علينا كله الفرز الاول. الفرز الثاني والثالث ده بيجي منين؟ ده بيكون بقى استخدام الاشخاص، لان اللابات الاستيراد اتباعت لشركات واتباعت برضه المستهلك عادي اللي هو زيك انت هنا في مصر. المستهلك العادي ده بيستهلك الحاجه ممكن بقى 4-5 سنين، الحاجه تقعد معاه تستهلك جامد تبقى فرز ثاني وفرز ثالث، فبتتباع بقى هنا باسعار ارخص من اسعار الشركات كمان.
ما، بس بتبقى قطع قليله اقل من الفرز الاول على حسب برضه المستورد ونوع الشغل اللي هو بيحب يشتغل فيه. بيجي بعد كده المستورد بعد ما اشترى الفرز الاول والثاني والثالث بيقوم جايب الحاجات دي كلها على هنا في مصر ويبدا يبيع للتجار اللي هي المحلات بقى اللي انت بتشوفها، سواء محلات مول البستان او المولات اللي غيرها او المحلات اللي في الشارع. بيبدا المستورد اللي عنده كميه كبيره يبيع للتجار اللي تحتيه، وطبعا المستورد بيسعر الفرز الاول غير الفرز الثاني غير الفرز الثالث. وبيجي بعد كده التاجر بيروح يشتري على حسب اللي هو بيفضل يشتغل فيه. في تاجر بيحب يشتغل في الفرز الاول، في تاجر بيحب يجيب الفرز الثاني والثالث وينصب على الزباين بتوعه. اذا يا عم انت هنا بتقول لي ان اللابات دي فيها فعلا مخاطره، انا كزبون ممكن ما اكونش فاهم، لا هعرف ازاي افرق بين الاول ولا الثاني ولا الفرز الثالث، انا مش هعرف افرق مثلا بين الكلام ده، وبالتالي ممكن يتنصب عليا، يبقى انا امن لي اجيب جديد. هنا بقى بتيجي الطريقه اللي انت كمستخدم عادي تقدر تفرق بين الفرز الاول والثاني والثالث. انا هقول لك على الخطوات اللي تعملها وانت رايح تشتري. اول حاجه انت هتمسك الجهاز تبص على الحاله الخارجيه بتاعته، بتبدا تشوف عندك الحاله الخارجيه من حيث مثلا الخدوش من بره، حاله الجهاز العامه من فوق ومن تحت، وبتقلب في الجهاز كويس جدا وتعرف حالته من بره عامله ازاي قبل ما بتجربه من جوه. جربت الحاله العامه للجهاز من بره، بتبدا بعد كده ان انت تختبر الجهاز من جوه، واللي كده حاله الجهاز من بره هتديك انطباع اولي عن حاله الجهاز من جوه، لان الجهاز من بره لو فابريكا وبيلمع طبيعي ان نسبه قليله جدا وضعيفه جدا ان يكون في مشاكل من جوه، بس انت برضه لازم بتختبر وبتعمل اللي عليك قبل ما بتدفع اي جنيه. طب ازاي يا عم اختبر قطع الجهاز من جوه؟ انا سبق وشرحت ده في فيديو طويل جدا هيفيدك ان انت ازاي تختبر كل قطع الجهاز بسهوله. الفيديو ده هيظهر لك في الاي دلوقتي فوق، لازم الفيديو ده تتفرج عليه قبل ما تشتري اي جهاز مستعمل، سواء كان جهاز جاي استيراد من بره او مستعمل استعمال شخصي هنا في مصر. لازم تتفرج على الفيديو ده قبل ما تشتري جهاز مستعمل. طب جيت انت دلوقتي قبل ما تشتري اللاب اختبرت اللاب بالكامل، طلع اللاب كله سليم، طلع الحاله بتاعته من بره فابريكا، اذا انت عرفت ان ده كده فرز اول، لاب ما فيهوش اي مشاكل. هنا انت تشتريه وانت مطمن، بتدفع فلوسك، ما تقلقش ابدا من نقطه اصل يا عم ده استيراد اكيد هيجي بعد شهر شهرين ويبوظ. في ناس تانية تقول لك انا اشتريت الجهاز وبعد شهرين باظ مني، ده لانها ما اختبرتش الجهاز كويس وبالتالي كان الجهاز اصلا فيه مشاكل. لكن عمر الجهاز الاستيراد اللي فيه اجهزه منه بتبقى شغاله بقالها 10 12 سنه هتيجي معاك انت على طول اول ما انت تشتريها بعد شهرين وتبوظ، اذا انت اللي ما اختبرتش الجهاز كويس قبل ما تشتريه. طب في النهايه بقى هل انا كعلي ارشح لك اكتر اللابات الاستيراد ولا اللابات الجديده؟ هنا انا هلخص لك الفرق بينهم بجمله بسيطه جدا. اللابات الاستيراد زي ما قلت قبل كده معايير التصنيع بتاعتها افضل، فبالتالي التبريد والتحمل والخامات الخارجيه بتاعه اللابات الاستيراد بتكون دايما افضل من اللابات الجديده ايا كانت الفئات السعريه اللي هينزل فيها الجهاز الاستيراد او الجهاز الجديد. طب كاداء انت تشتري ايه، استيراد ولا جديد؟ هنا الفئه السعريه اللي معاك هي اللي هتحدد. فلو انت واحد مثلا انت عايز حاجه تديك اداء عالي بقى، العاب وجرافيك ومش عارف ايه وشغل تقيل، والبادجت بتاعتك ما تكملش ال 15000 جنيه، هنا انت لا يمكن تيجي تقول لي انا رايح اشتري لابتوب جديد، لان مفيش لابتوب جديد ب 15000 هيشغل لك جرافيك عالي ولا العاب عاليه. لكن في لابات استيراد كتيره جدا زي الزد بوك ال 15 جي 3 او ديل 7510 يشغلوا لك العاب وجرافيك كويس في الفئه السعريه دي. طب لو انت واحد معاك مثلا 40000 جنيه او 50000 جنيه وجيت قلت لي انا هشتري بيهم لابتوب استيراد، هنا انا هقول لك انت غلطان، هقول لك لا اشتري لابتوب جديد، لان في الفئه السعريه دي حرام عليك تروح تجيب استيراد. الاستيراد اقصاها خالص اعلى حاجه هي 30000 جنيه، وفوق ال 30000 ما بنصحش حد يبدا يجيب استيراد تاني ونبدا بقى ندخل بعد كده على الجديد، لانك هتاخد ساعتها امكانيات اعلى واداء اعلى، وساعتها الجديد فعلا في الفئات اللي فوق ال 30000 هيكون افضل من الاستيراد. فانت دايما البادجت اللي معاك او الفئه السعريه اللي هتشتري فيها هي اللي هتحدد انت تشتري جديد ولا تشتري استيراد. ملهاش بقى علاقه بالخامات ولا الاستيراد امن ولا مش امن ولا الكلام ده كله. انت طالما هتعمل اللي عليك وهتختبر الجهاز كويس ما تقلقش ان الجهاز بعد كده يرجع يبوظ معاك. اللي نفس الكلام كده المفروض انك بتعمله برضه في اللابتوب الجديد، لانك وارد انك تشتري لابتوب جديد يكون المصنع عامل فيه مشكله مثلا قبل ما الجهاز يتقفل وتكتشف فيه مشكله وتوديها للتوكيل. فكده سواء كان اللاب جديد او مستعمل انت في الحالتين هتختبره. فطالما كده هتختبر، فئتك السعريه بقى هي اللي هنا بتحدد انت تشتري استيراد ولا جديد. زي ما قلت فوق ال 30000 خليك دايما في الجديد، تحت ال 30000 بتبدا تشوف على حسب استخدامك جرافيك تقيل او العاب عاليه بتبدا تجيب استيراد. استخدامك مثلا بيزنس ولا كلام من ده، ساعتها لو معاك 15 او 16000 بتجيب لاب جديد ما فيهاش مشكله عادي. لكن لو استخدامك جرافيك تقيل او العاب عاليه، هنا الاستيراد دايما بيكون افضل من الجديد تحت ال 30000 جنيه. وملحوظه بقى اخيره قبل ما ننهي الفيديو، انا هنا طول الفيديو بتكلم عن اللابات ما بتكلمش عن البي سي، لان البي سي ليه شغل تاني خالص. هو بيتشابه لمعظم الكلام اللي انا قلته في الفيديو، ولكن بيختلف في حاجات كتير جدا وليه دنيا خاصه بيه في البي سي. فالبي سي والتجميعات الجديده دي ممكن ابقى اعمل لها فيديو تاني، لكن انا طول الفيديو ده انا بتكلم عن اللابات سواء كانت الاستيراد او الجديده. كده بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى تكون المعلومات اللي انا قلتها في الفيديو دوت فادت ناس كتير فعلا. لو حسيت بقى ان الفيديو دوت عجبك ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان
يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.